السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا حبيت اقول لكم على البشرة الجميلة دي. يعني كانت من اول شهر، تقريبا كده من شهر 7 او شهر 8. يعني بتيجي لناس كتير، خلوا بالكم، 100 جنيه زيادة على التموين، السلع التموينية وكده. هي بتبقى حلوة الصراحة يعني. فرقت مع ناس كتير بصراحة يعني. بتزودي حاجتك بقى اللي انت عايزاها، بتزودي السلع اللي هي التموينية. بتجيب مثلا ايه اي حاجة برضو ناقصة البيت وكده بتضيفيها. على مثلا الزيت، وايا كان بقى كنت بتجيبي مثلا زيت وسكر مثلا ورز، الحاجات اللي هي الاساسيات دي. لا طبعا 100 جنيه مثلا زادت، زودوها لكل يعني افراد الاسره وكده، لكل بطاقه يعني. طبعا بيدوها يعني ايه الناس برضو يعني ايه تستحقها وكده. و والله يعني اللي يستحق واللي ما يستحقش، يعني في ناس كتير خدت. يعني ما شاء الله، يعني هي بتبقى حلوه، بتفرق معاكي كتير بصراحه يعني. بتزودي بيها الحاجه اللي انت مثلا ايه بتاعت الشهر اللي انت محتاجاها وكده. بتبقى كويسه يعني. وبتوفر لك برضو حاجات كتير ان انت تجيبها من بره، بتبقى غاليه. لا هي الصراحه بتبقى جميله يعني. بس هي هتقعد كام شهر كده على ما سمعنا، يعني من بتوع التموين هتقعد كام شهر كده وبعدين هتتلغي. بس يعني هي الحمد لله، برضو نشكر ربنا يعني، الحمد لله. هو حلفت ناس كتير طبعا الحظ ده، لكن احنا الحمد لله ما حلفناش الحظ. لكن طبعا نحمد ربنا، الواحد طالما بيقدر يجيب الحاجة من بره، خلاص يعني الحمد لله. بس فرقت مع ناس تانية، يعني ناس تانية فرحت جدا يعني، واحنا بنجيب التموين ناس تانية كانت مبسوطة قوي 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 بموضوع الزيادة اللي هي التموينية دي. 100 جنيه بقى يعني بحالها بقى، جابت لهم حاجات كتير بقى، والناس بقت واقفة تضحك كده ومهيصين ومش عارف ايه. فبصراحة فرقت مع ناس كتير موضوع ال 100 جنيه دوت. يلا الحمد لله ونشكر ربنا على كل حال، الحمد لله. يلا كل سنة وانتم طيبين.